هو يوم ضايع من اوله. يوم باين علاماته من اوله. يعني الزمالك اتهزم بالترجي، ومنتخب مصر يودع البطولة اللي بننظمها على ارضنا، والاهلي يتعادل مع صن داونز. طب اعمل ايه؟ اشجع ايه؟ اشجع بيلي ولا اشجع بليارد ولا اعمل ايه؟ في ايه اللي احنا بيحصل لنا ده؟ بس خلينا في الاهلي. نخلينا في الاهلي، واتنين اتنين ونضيع شوط كامل ودفاعنا رايح في داهية. دفاعنا تحس انه سرحان بيفكر في احلام العصاري. النهاردة جول كارثي، ده اول جول كده بالصلاة على النبي. هاني والاخ متولي وعلي معلول بيتجلي منه، والشناوي لا يسأل عليها، ولما ربنا يكرمنا بركلة جزاء يخش يا هاني. هاني اللي ما بيشوطش اصلا. هاني اللي واخد انذار في اول الماتش ومتوتر لوحده، عارف انها هتتصد واتصدت. يعني نعمله ايه؟ اخر ركلتين جزاء للاهلي بيتصدوا، مره علي معلول ومره الاخ محمد هاني جل. طيب، وعبد القادر بنحكش، عبد القادر نحكشه، عبد القادر ما بيعملش اي حاجه. تحس ان هو ماتش وماتش لا، ماتش بس مش ماتش لا، ده 200 ماتش لا. وقفشه جات له كوره يحط في المدرجات. يا اخ قفشه، في واحد من المشجعين جاله ارتجاج مخ من الكوره اللي شطها في المدرجات، وديناه المستشفى. وطبعا يعني اول برضه فرصه في المباراه برضه عبد القادر ضيع، مش بس بيحنكش، لا بيحنكش وبيضيع، لحد ما ربنا كرم وكورة محمد عبد المنعم. وبعد كده ربنا كرم وحسين الشحات الحريف، حسين الشحات تاجر المفروشات، ربنا نفخ في صورته وجاب الجول. نقفل بقى يا عم كولر، نقفل. انزل حيطة ورا، ارص الاتوبيس، العب 200 لاعب ورا وخلاص. لكن لا، لازم افتح الماتش، لازم اسيب مساحات ازرع فيها بطاطس وكمثرى وكل حاجة ورايا. طب ليه؟ ايه اللي جابرنا على كده؟ 2-1 وخلاص. شايف فرقة قدامي لو سبت لها 5 سنتي هيجيبوا منها جول، وحصل. جابوا جول التعادل. طب يعني والله تعبنا. يعني الهلال السوداني 6 نقط، واحنا يعني نقطة واحدة. وصن داونز خلاص ركب الشلاحات وربنا كرمه. فيعني حرام. هنعمل ايه الماتشات اللي جاية؟ الماتشات بقى اللي جاية مفيش بديل غير الفوز. مفيش بديل غير الفوز. واصحى معانا يا عم كولر، اصحى معانا لا يغفلونا. مش كل الماتشات العب ماتش عالمي، يعني مش كل الماتشات تمتعنا فيها. لا، قفل يا سيدي، قفل. ما انت بتشوف يعني عينات في الدوري المصري اتعلم منهم. اما الزمالك بقى قصاد الترجي، هو ده لا كان الترجي ولا ده كان الزمالك. وبرغم كده الزمالك ما عملش حاجة. الزمالك ما عملش اي حاجة. ما تحس ان الزمالك اصلا نجاش. طب يا جماعة، المفروض انكم فرحانين. سيادة المستشار اللي كان بيذنبكم وبيخليكم تطلعوا بفيديوهات اعتذار وتعملوا كل حاجة، ربنا كرمه واتحبس. انتوا ايه حكايتكم؟ ولا انتوا خايفين القبض يتأخر؟ ولا ايه النظام معاكم؟ ولا الدنيا هتمشي معاكم ازاي؟ عشان جمهوركم، عشان جمهوركم اللي جات له جلطة، جمهوركم اللي هو نقطة 3 ماتشات بنقطة واحدة بس. طبعا مش هحط على الزمالك وانا عندي بلوى. ما يعني الحال اللي احنا فيه ده كأهلي لا يسر عدو ولا حبيب، لكن يعني اللي يشفع للاهلي انه لعب كوره حلوه، لعب ماتش حلو، ماتش محترم. بس صن داونز ده انا بقول لكم هياخد البطوله. صن داونز ده اجمد وافشخ فرقه في البطوله السنه دي. تحس ان العيال دي مركبه عجل في رجليها، لياقه بدنيه واستعداد، ومدرب ده مدرب كده قاعد مش بيحرق في دمه. تحس انه مظبط كل حاجه ومذاكر قبل اصلا ما يجي. فيعني اما منتخب مصر بقى الناشئين ده، فالعمليه ماشيه غلط في غلط من اول الوزير لحد المدرب. نكون واقعيين، احنا بنخزوق نفسنا اول باول. يعني من اول بقى افتتاح البطوله بفرقه رضا بالمايك البايظ. يعني نعمل إيه؟ شايفين قطر بتعمل عظمه والمغرب بتنظم وبتعمل عظمه، واحنا مصر اقدم اتحاد افريقي في القاره يحصل فينا كده؟ جايبين فرقه رضا ما كانش ناقص غير نجيب رقاصه بالشموع. ما تخلوش الواحد يخرج بره شعوره. فشوفوا لكم حل في الكره المصريه، علشان السنغال يعني تعبتنا. انا كمشجع مصري السنغال اتعقدت منها زي ما اتعقدت من صن داونز. طلع لي في البخت في كل دور مجموعات، في كل يعني النسخ اللي فاتت. فيعني
السنغال ديت شوفوها رضوها يعني. طلعتنا من افريقيا يعني خسرنا قصادها. طلعتنا من كاس العالم. خرجت الكرة مش عارف الشاطئية ولا النسائية. فالله يرضى عليكم لو لهم حاجة عندنا نديها لهم. انا بقول لكم يكونوا مديننا باي حاجة. مديننا باي حاجة ولا لهم اي حاجة عندنا. فرضوا الناس عشان العملية تعبت. اما صن داونز بقى فانا ما فيش اي حاجة ننادي عليهم. ادعي وحاسبن عليهم علشان يعني ربنا لما يكرمنا عليهم هيكون بفضل الدعاء. لكن دي مجهود في الملعب بالنظام اللي عندنا ده لا. نقروا الفاتحة. فشد حيلكم وفوقوا علشان ما عادش في مجال لتضييع النقط. وخلاص يعني كانت ليلة ماشية عنب النهارده برحيل مرتضى منصور. لكن سودناها على نفسنا. سودناها في الزمالك. وجبناها كحل في المنتخب مصر. وشمعناها بشمع اسود مش احمر لا شمع اسود في ماتش الاهلي. فربنا يستر الفترة اللي جاية. وطبعا يعني نتمنى اللي جاي يبقى خير. وسامحوني بقى لو في سن التقصير الفترة اللي جاية. بس عندي فترة شغل نار. لكن ان شاء الله هحاول اكون معاكم اول باول. فلو حصل تقصير سامحوني. وان شاء الله كل اللي جاي خير. واشوفكم ان شاء الله على خير حلقات جاية. وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دايما نوصل لحضراتكم كل جديد. تحياتي لحضراتكم.